اهلا وسهلا بكل الباينيز، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كويسين. النهارده ان شاء الله زي ما اتفقنا هنكمل مع بعض ونحل كل التقييمات اللي على يونت 2، يونت الفيزيكس. اولا بشكركم جدا على كل الكومنتات اللي انتوا عملتوها على الفيديو او على بيج الفيسبوك، وميرسي للثقة بتاعتكم دي. وان شاء الله زي ما اتفقنا خلاص كده انا عملت الفيديو ده يونت 2، هيبقى فيه فيديو واحد بس اليونت 3 و4 اللي هو الجزء بتاع البيولوجي على بعضه، وهيبقى فيه امتحانات. وبرده استنوا مع ده هيبقى بينزل النماذج الاسترشادية اللي نزلت على الإنترنت لحد دلوقتي. تعالى نبتدي نحل كده. بيقول لي ان انا عندي group of materials in front of you, select which one is better for electric wiring industry. يعني انا لو عايز اعمل اسلاك هعملها من ايه؟ طبعا احسن حاجة نعمل بيها الاسلاك تكون good conductor هي الكوبر. بس لو انا عايزة استخدم حاجات conductors، يعني المفروض نعرف مين conductor. فمثلا الايرن good conductor، السيلفر good conductor، الالومنيوم والجولد، كل دول لان هم عبارة عن metals. فالميتالز good conductor في electricity، لكن انسب حاجه بنصنع منها الاسلاك هي الكبر. يقول لي match each of the following components to its appropriate symbol. يعني دي ايه؟ دي دراي سيل او باتري. فين الشكل بتاع الدراي سيل؟ اهو. طب دي ايه؟ دي لامب. فين الشكل بتاع اللامب؟ اهو. طيب نمبر 3 ده الكي او السويتش وبنرسمه بالمنظر ده. اما نمبر 4 ده الواير وبنرسمه بالمنظر ده. يقول لي استخدم البريفيوس كومبوننتس عشان نعمل سيمبل الكتريك سيل. إيه هرسم ازاي؟ هرسم عادي جدا. ادي باتري اهي، والاسلاك اهي، فعندي لامب بالمنظر ده والكي. طبعا انا هنا مستخدمه ابسط حاجات. ليه؟ لان هو قال لي استخدم الحاجات اللي في السلايد اللي فاتت بس، لكن في حاجات اكتر من كده هنتعرض لها واحنا ماشيين في الطريق. كده بيقول لي الالكتريك كارنت عنده مجموعه من الفيزيكال بروبرتيز. زي ايه؟ اول حاجه عندنا الانتنسيتي او الالكتريك كارنت انتنسيتي، ودي بنديها سيمبل اي. عندنا كمان البوتنشال ديفرنس، وده بنديله سيمبل في. وعندنا الالكتريك ريزيستنس، ودي بنديها سيمبل ار. ودول الثلاثه properties of electric current. بيقول لي بص على الديفايس ده وقول لي ده مين. فطبعا انا شايفه حرف ايه، يبقى الجهاز نفسه اسمه اميتر. السيمبل بتاعه بيبقى ايه جوه السيركل كده، وبنستخدمه علشان نميجر الالكتريك كارنت انتنسيتي. بعد كده بيقول لي study the opposite electric circuit then deduce the necessary conditions for lighting lamp. ايه الحاجات المهمة؟ طبعا لازم يبقى فيه electric source اللي هي الباتري. تاني حاجة لازم يبقى فيه wires علشان نتأكد من الكوندكشن يبقى بيوصل كويس. تالت حاجة لازم يبقى فيه كي ويكون closed علشان برضو اتأكد ان الالكتريستي واصلة لحد اللمب. بعد كده بقى عايزني اقارن بين الالكتريك كارنت انتنسيتي والبوتنشال ديفرنس. اول حاجة في الديفينيشن يا شباب بمنتهى البساطة عشان ما تقعدوش تحفظوا على الفاضي وتلخبطوا نفسكم. الديفينيشن دايما بجيبه من الرول. احنا عندنا 3 رول في الدرس ده، بنكتبهم كده بثلاث تريانجلز ونقولهم في 3 كلمات. اول كلمه اسمها كيت. كيت الكيو دي quantity of charge بتتقاس بالكولوم. الاي اللي هي الانتنسيتي وبتتقاس بالامبير. التي التايم بتتقاس بالسكند. الترينجل التاني اسمه ويفج. الدبليو دي الورك بتتقاس بالجول. الفي potential difference بتتقاس بالفولت. والكيو اللي هو الكوانتيتي بتتقاس برضو بالكولوم. طيب التالت اسمه فير اللي هو اومز لو بقى. الفي بوتنشال ديفرنس قلنا خلاص بالفولت. الاي انتنسيتي اس بي الامبير. اما الريزيستنس فبتتقاس بالاوم. لما اجي اقول ديفينيشن اي حاجه بقول يعني ادي الاي، اقول الديفينيشن ازاي؟ هي اللي فوق لما يكون اللي تحت ب1. يعني هي الكوانتيتي اوف تشارج اللي بتعدي in 1 second بس. طب يعني ايه potential difference؟ هي اللي فوق لما اللي تحت ب1. يبقى ده الwork done، المجهود اللي انا بعمله. ليه؟ عشان انقل 1 column.
يبقى دي طريقة سهلة أعرف بيها. طبعا هتلاقي في الكتاب between the two ends of a conductor أو in a cross section of conductor. كل ده كلام جميل، بس أنا بركز على الكيوردز، الكلام المهم. الانتنسيتي بتتقاس بجهاز اسمه أميتر، أما البوتنشال ديفرنس فبيتقاس بجهاز اسمه فولت ميتر. بنقيس اليونت بقى اسمها ايه هنا؟ امبير الانتنسيتي، والفولت ميتر الفولت. بيقول لي current intensity calculated from a relation. خلاص عرفنا ال I equal Q over T. البوتنشال difference بيتقاس بال work divided ال quantity of charge. كده بيقول لي study the following figures well then mention their use with a way of to connect them في السيركت. ايه الجهاز ده مكتوب عليه ايه؟ يبقى اميتر. الجهاز ده مكتوب عليه V، يبقى فولت ميتر. ده بيقيس ايه؟ الاميتر بيقيس الانتنسيتي، الفولت ميتر بيقيس potential difference، وكمان EMF. طب امتى يقيس ده وامتى يقيس ده؟ والله لو السيركت closed يبقى بيقيس potential difference، لو السيركت open يبقى بيقيس EMF. بيتوصل ازاي؟ ده بيتوصل series، ده بيتوصل parallel. بعدين بيقول لي mention the law illustrated by the opposite graph. اللو ده اسمه ايه؟ اسمه Ohm's law. بيقول ايه بقى Ohm's law؟ بيقول ان electric current intensity directly proportional مع ال potential difference. ده ال sentence يعني، او الكلام بتاع اللو. illustrate with a drawing and write the labels. electric circuit shows how to measure electric current intensity بالاميتر والبوتنشال ديفرنس بالفولتميتر. بصوا يا شباب، فاكرين اللي احنا رسمناه في الاول؟ هنرسمه هنا عادي جدا تاني. ادي الباتري، وبعدين هنحط هنا الاميتر سيريز اهو، بعدين هنرسم هنا اللامب، بس هنرسم مع اللامب باراليل الفولتميتر، وهنرسم هنا الكي ويكون كلوزد. ليه كلوزد؟ لان هو قال لي ان هو عايز يقيس البوتنشال ديفرنس. طب لو انا عايزه اغير الرسمه دي واخلي بيقيس ال اي ام اف مش البوتنشال ديفرنس، هشيل الفولتميتر من هنا واحطه مع الباتري، وكمان هفتح الكي. بعد كده سؤال تشوز، بيقول لي the flow of electric charge through a metal wire in a closed circuit represent عشان يعدي ال electric charges في واير عامة، ده اسمه ايه؟ اسمه electric current. A is used to measure electric current intensity. ال intensity بتقاس بالأميتر. If the amount of electricity passing through a conductor reduced to half، لو قلل النص اللي هي الكيو، ده هيخلي الانتنستي يحصل لها ايه؟ طبعا الانتنستي هي كمان هتقل للهاف، علشان انا عندي الانتنستي اهي equal Q over T. فاي حاجة تحصل للكيو والتايم ثابت تحصل كمان للاي، يعني الاي والكيو هما دايركت مع بعض. فاللي حصل للكيو هيحصل للانتنستي طالما at the same time، طالما الوقت ثابت ما اتغيرش. quantity of electric charge is measured in ال quantity اللي هي ال Q is بالcolumn. physical properties of electric current. سؤال complete بقى. ايه ال physical properties؟ ال current intensity، ال potential difference، وال resistance. مين ال device اللي بيقيس ال intensity؟ عندنا الاميتر. طب يبقى connected ازاي؟ بيبقى connected in series connection. بيقول لي بعد كده column divided second يديني ايه؟ يديني امبير، وهو الميجرنج يونت اوف intensity. بعد كده بيقول لي ال intensity of electric current produced by passing quantity of 100 coulomb، يبقى انا بقى عندي ال Q through a cross section of a conductor في time 4 seconds، يبقى انا بقى عندي ال T. هقول له ال I equal Q over T، يعني 100 over 4 يبقى هيديني 25 أمبير. دلوقتي بقى عندنا مسائل. بيقول لي calculate the intensity of electric current generated by the passage of quantity of 6000 column، ده ال Q، في 5 minutes، وده التايم. بس أنا عندي هنا التايم لازم أحوله بالسكندز، يبقى هعمل 5 times 60 هيديني 300 second. أحسب الانتنستي إزاي؟ Q over T، ال Q ب 6000
divided ال 300 هيديني 20 أمبير. السؤال التاني بيقول لي calculate the amount of electric charge، يعني هو المرة دي عايز ال Q through a filament of a light bulb في time اهو ب 0.4 والelectric current ب 3 أمبير الانتنسيتي يعني. فهقول له اهي نمبر 2 ال Q equal I times ال T. ال I بكام؟ ال I ب 3 times ال T ب 0.4 هيديني 1.2 كولوم. نمبر 3 بيقول لي calculate the passage time، يبقى المرة دي عايزني احسب التايم. لو في كيو من 25 كولوم عدت وبانتنسيتي 10 امبير، يبقى انا هحسب التايم ازاي؟ equal Q over ال I. ال Q ب 25 وال I ب 10 هيديني 2.5 second. عندنا سؤال تشوز بيقول لي choose the correct answer. ampere is equivalent to، انا بجيب الامبير ازاي اللي هو الانتنسيتي؟ يا اما بجيب Q over T يا اما بجيب V over R. يعني انا هدور على column divided second او volt divided ohm. فالcolumn divided second اهي. an electric charge of 10 column ودي ال Q عدت في time 5 seconds، يبقى ده ال T in a conductor. الانتنسيتي بكام؟ الانتنسيتي equal Q over T. ما بزهقش ابدا من ان انا اكتب الرول والتفاصيل، علشان احنا ده اللي بيطلب مننا في الامتحان وده اللي بنبقى ناخد عليه درجات. reading of voltmeter between the two poles of the electric cell is open circuit. يبقى ايه؟ بتقيس ايه؟ بتقيس EMF electromotive force. طالما الكي is open لازم نقرا كويس. to transfer an electric charge of 10 column يبقى ده الكيو. وفي potential difference 20 فولت. خلي بالك الكيو مشتركة بين قانونين. الكيت اللي هو القانون الأولاني اللي بيقيس لي الانتنسيتي، وكمان مشتركة مع القانون التاني اللي بيقيس لي البوتنشال ديفرنس. فما تستعجلش اول ما تشوف الكيو. هو هنا مديني كيو مديني في كمان، يبقى انا عايزه الدبليو، عايزه الورك. الورك ايكوال في تايمز الكيو، يعني ال 20 تايمز ال 10 هيديني 200 جولز. بعد كده عندي سؤال what is meant by. بيقول لي ال current intensity passing through a conductor في 10 seconds ب 2 أمبير. لما يديني رقمين ده معناه ان كأنها مسألة. احسب اللي فاضل. هو مين اللي فاضل؟ ال Q. هقول له ده معناه ان ال Q equal I times T، يعني 10 times 2 يديني 20 column. يبقى ال quantity of charge اللي معدية في الوقت ده كانت 20 column. البوتنشال ديفرنس ب 5 فولت. بصوا بقى ازاي اعبر عن البوتنشال ديفرنس. احنا اتفقنا لما بيجي لي رقمين كأنها مسألة، بس لما بيجي لي رقم واحد بقول الديفينيشن وايكوال الرقم ده في الاخر. ايه الديفينيشن بتاع البوتنشال ديفرنس؟ اجيبه ازاي؟ اجيبه من الرول. ادي potential difference وادي work و quantity. فهقول له ان الwork done to transfer one column ايكوال قد ايه بقى الرقم اللي هو قاله لي 5 جول. تقول لي ازاي يا ميس؟ ازاي هو بيقول لي فولت وانت بتقولي جول؟ هو بيقول لي فولت عشان هو بيتكلم على potential difference، بس انا هنا قلت له ان ده ايه؟ ده الورك، يعني المجهود اللي انا محتاجه اعمله مع كل واحد كولوم هيكون 5 جول. عشان لما اعمل 5 جول divided 1 column يروح مديني في الاخر الرقم اللي هو قال عليه اللي هو ال 5 فولت. طيب electromotive force في باتري ب 12 فولت. يعني ايه electromotive force؟ يعني البوتنشال ديفرنس بس لما الكي يكون open ساعتها يبقى يكون الرقم اللي قال عليه اللي هو 12 فولت. work done to transfer quantity of 20 column يبقى انا عندي Q ب 4400 جولز، يبقى عندي W كمان. ايه ده؟ اداني رقمين. يبقى انا هحسب التالت. البوتنشال ديفرنس equal work over Q. الورك بكام؟ 4400 divided الكيو ب 20 وهتطلع لي 220 فولت. كان عندي سؤال compare. يقول لي قارن بين الاميتر والفولتميتر. هقول له بسيطة. الاميتر بيقيس intensity، الفولتميتر بيقيس potential difference، وكمان بيقيس EMF. حلو قوي. بس كمان في فرق كمان، ان الاميتر بيتوصل سيريس اما الفولتميتر فبيتوصل
parallel. دول الحاجتين المفروض ابقى بقارن بينهم في الاميتر والفولتميتر. كده بيقول لي قارن بين الانتنسيتي والالكتروموتيف فورس. انا هنا عايز definition بس. يعني ايه intensity؟ يعني ال quantity of charge passing through a cross section of a conductor. بس اهم كلمة in 1 second. طيب يعني ايه ام اف او electromotive force؟ لسه قايلين ان ده معناه ان هي دي البوتنشال ديفرنس لما السيركويت او الكي يكون open. كبروبلمز بيقول لي calculate the current intensity، يبقى انا عايزه الاي. لو البوتنشال ديفرنس ب 5 فولت، عندي الفي اهي، عشان ينقل كوانتيتي ب 20 كولوم يبقى دي الكيو، وتايم ب 2 seconds. هو عايز ايه؟ عايز intensity. هسأل نفسي بجيب الانتنسيتي ازاي؟ فهرد Q over T، يعني 20 over 2 هيديني 10 امبير. ايه ده؟ يعني هو مديني الرقم ده زياده؟ اوعى تلخبط نفسك بقى تقول ايه ده لازم استخدمه. تستخدمه ليه اذا كان هو عايز intensity وانا خلاص جبتها؟ رقم 2 the potential difference between the two ends of electric source 240 فولت، يبقى ده ال V. والcurrent intensity ب 8 امبير، يبقى ده ال I. What is the electric current intensity if it's connected to electric source 220 فولت؟ يعني إيه الكلام ده بقى؟ بصوا يا شباب، دلوقتي انا من ال V وال I الاولانيين انا اقدر احسب مين؟ اقدر احسب ال R، صح؟ يبقى ممكن اعمل V over I. ال V بكام؟ ب 240 divided ال I ب 8 يديني 30 اوم، صح؟ وبعدين هو غير البوتنشال ديفرنس. لما بيغير البوتنشال ديفرنس الريزيستنس كده كده لازم تفضل ثابته، لان دي سلك ثابت موجود في السيركوت. فمين اللي يتغير معاه؟ الانتنستي. يبقى المره دي انا هحسب الانتنستي الجديده بناء على تغيير البوتنشال ديفرنس، لكن الريزيستنس ما اتغيرتش. هعمل V over I. ال V ب 220 وال I V over R، سوري، 220 divided ال R اللي هي 30 تبقى ب 7.3 أمبير. يبقى ركز كده ان التريك كلها هنا ان انا ابقى مدرك ان الريزيستنس هي اللي مش هتتغير، لكن الانتنستي دايركت مع البوتنشال ديفرنس، فبالتالي هتتغير معاه. Number 3 بيقول لي if amount of work done to transfer quantity ب 3 column is equal to 33,000 joules. يبقى انا عندي Q وعندي ال W. خلي بالكم ان الكلام ساعات بيبقى خادع جدا. يعني ايه؟ يعني هو اول كلمة بدأ بيها amount of work ولقينا اول رقم كان 30 column، يبقى انا لازم اتأكد من اليونت مش من الكلام وخلاص. عايزين نحسب ال V equal W over Q. ال W ب 33,000 joules divided 30 تطلع 1100 فولت. طيب ده بالنسبة ل 3. نمبر 4 calculate ال work done. أنا عايزة ال W. لو ال Q ب 5 column through a conductor وال potential difference ب 3 فولت، بقى دي ال V. سهلة جدا. أقول له work equal Q times V، يعني 5 times 3 هيدينا 15 جولز. نمبر 5 لو ال potential difference between the two ends ب 100 فولت، يبقى أنا عندي دي ال V. calculate the amount of electricity، بقى عايزني أحسب ال Q. لو ال work ب 200 جولز، يلا نحسب ال Q work over ال V أو ال potential difference. ال work ب 200 وال potential difference ب 100، يبقى 2 column. احنا كده خلصنا الجزء الأولاني. هو هنا ده المونثلي اكسرسايز، بس ده هعمل له فيديو لوحده. تعالوا نكمل حل على أول درس من يونت 2. بيقول لي what is the function of voltmeter في السيركت. طبعا الفولتميتر قلنا بيميجر potential difference، وكمان بيميجر EMF. read draw the previous circuit to determine electromotive force of the cell. فانا لو عايزه اقيس السيل بقى هعمل ايه؟ هشيل ال V من هنا واحطها عند السيل. ادي اهو كده، احط ال V بارل مع السيل، واللامب زي ما هي، بس هخلي السيركت تكون
open علشان يقيس EMF. يقول لي ان resistance نوعين. اول نوع اللي هو رسم له الرسمة دي ده اسمه variable او rheostat. هنا تقدر تشينج الفاليو بتاعتها، فبالتالي تكنترول الانتنسيتي والبوتنشال ديفرنس. اما دي اسمها fixed، هي can't change الفاليو بتاعتها، فبالتالي ولا بتعرف تتحكم في الانتنسيتي ولا البوتنشال ديفرنس. بعدين بيقول لي in collaboration with your colleagues draw the circuit used for Ohm's law we state اللو بتاع اوم بيقول انه the electric current intensity passing through a conductor is directly proportional to the potential difference. طبعا potential difference between ال two ends بتوع الكوندكتور، بس بشرط انها تكون constant temperature. طيب تعالي نغير بس في الرسمة اللي فوق دي علشان نعرف ايه اللي المفروض يبقى موجود لما نعمل سيركوت ليها علاقة بأومز لو. اولا لازم امسح حتة كده وارسم الاميتر. طبعا الفولت ميتر يبقى مع اللامب عشان انا هنا بستخدمه ان انا اقيس البوتنشال ديفرنس. وكمان لازم احط variable resistance. ممكن نمسح، نخلي ال variable resistance من فوق زي ما انتم متعودين عليها، وهنا نخلي الكي. طبعا الكي لازم برضو يكون مقفول زي ما اتفقنا. ليه؟ علشان انا هنا بقيس intensity، فلازم يكون في كهرباء معدية. طيب بعد كده عايز يقارن بين التلاتة بقى: electric current intensity, potential difference, electric resistance. يقول لي electric current intensity هي amount of ايه؟ amount of charge اللي هي Q passing in a conductor in time of 1 second. بنحسب الانتنسيتي ازاي؟ بنحسب الانتنسيتي quantity over time. طيب أما ال potential difference amount of work done عشان أنقل quantity of electricity of one column between the two ends. طب احسبها ازاي ال potential difference دي؟ work over Q. طب ال resistance هي ال opposition، هي ضد ال intensity أو ضد الكهرباء اللي معدية during ال electric current flow. طيب بعد كده بيرجع يسألني هو أنا لو عايز التشارج أعمل إيه؟ بصوا بقى تعالوا نكتب التلاتة triangles عشان نعرف نجيب كل حاجة. قلنا كيت وفج وفير. هنا عايزني اجيب ايه؟ الكيو، فالكيو equal I times T. طب لو عايز التي يبقى كيو over I. طيب هنا عايز الورك اللي فوق يبقى هعمل V times الكيو. طب لو عايز الكيو نفسها يبقى هعمل work divided V. طيب هنا عايز البوتنشال ديفرنس يبقى هعمل I times R. طب لو عايز ال I نفسها يبقى V divided R. شايفين الموضوع سهل جدا لو التلاتة triangles انا حافظهم وموجودين قدامي. ركزوا معايا بقى في دي علشان دي بتلخبط كتير منكم. هو بيقول لي الامبير ايكوال ايه؟ خلاص تعال نرسم تالي التلاتة ترينجلز بقى عشان هنحتاجهم هنا دلوقتي جدا. نرسمهم بشكل واسع اكتر عشان هنكتب عليهم حاجات كتير. دلوقتي مثلا نرسم هنا الكيت والوفج والفير، ويعني نجيب لون تاني كده ونكتب اليونتس. الكيو column، الاي امبير، والتي سكند، الدبليو جول، الفي فولت. قلنا خلاص الكيو كولوم، الفي فولت والاي امبير والار اوم. تعالوا نشوف بقى عايز ايه.
يقول لي الامبير ايكوال ايه. طالما بيكلمني بالامبير يبقى لازم ارد باليونتس. هقول له كولوم ديفايدد سكند. طب الفولت اهو، الفولت اهو، يبقى كأنه work divided quantity، يعني هقول له جول divided column. طب الاوم فولت divided امبير. حلو. بيقول لي تشوز بقى الامبير ايكويفالنت لايه. هل كولوم ديفايدد سكند معانا؟ كولوم ديفايدد سكند معانا. طيب جول ديفايدد، بص بقى دي نركز فيها، جول ديفايدد فولت تايم السكند. هو جول ديفايدد فولت يديني ايه؟ بص كده، جول ديفايدد فولت يديني كولوم، يعني كأني دي ايكويفالنت لكولوم divided second. الله، طب ما كولوم divided second يعني امبير، يبقى صح. طب فولت divided اوم، فولت اهي divided اوم يديني امبير، تديني امبير. طيب جول، انا بعلمك طريقة بتيجي في الأسئلة، فالمهم تشوف احنا بنحل ازاي على قد ما، او اكتر من انك تعرف دي صح ولا غلط يعني. طيب جول divided column، فين الجول اهي، divided column هيديني فولت، يبقى equal فولت over اوم. شايفين انا عملت ايه؟ انا خدت الجول divided column وحطيت مكانها الفولت، بس سبت الاوم زي ما هي عشان لسه ما قربتلهاش. طيب ما هو فولت ديفايدد اوم هيديني امبير، يبقى كلهم صح. طيب نبص على اللي بعديه. الفولت ايكويفالنت لايه؟ هل جول ديفايدد كولوم؟ جول اهي ديفايدد كولوم اداني فولت، صح. جول ديفايدد امبير تايم سكند. تعال نكتب دي بقى، لما بيبقوا ثلاثة لازم نكتب عشان نعرف نحل صح. هي امبير تايم السكند يعني ايه؟ امبير تايم السكند، خلي بالكم النقطة دي يعني تايمز. امبير اهي تايم السكند يديني كولوم، يعني كأني بعمل جول ديفايدد كولوم. الله، طب ما جول ديفايد كولوم احنا لسه قايلين عليه. طب اوم تايمز امبير، اوم اهي تايمز امبير اهي يديني فولت، يديني فولت صح. طيب اوم تايمز كولوم ديفايد سكند، لا دي نكتبها اوم تايمز كولوم ديفايدد سكند، بس كده. الكولوم ديفايد الاول هسأل نفسي، هو في حاجه اوم تايمز كولوم؟ اوم تايمز كولوم لا مفيش. طب اوم ديفايدد سكند؟ لا مفيش. طيب نسيب الاوم خالص ونروح للاتنين اللي جنبها. كولوم ديفايدد سكند، كولوم ديفايدد سكند يبقى ده مين؟ ده امبير. يبقى هشيل كولوم ديفايدد سكند واحط الامبير. بصوا هعمل كده ازاي، احط اوم تايمز امبير. هو في حاجة اوم وامبير مع بعض؟ اوم وامبير مع بعض اهي، يبقى فعلا صح. شايفين انا ماشية ستيب باي ستيب عشان نفهم هي جت منين. تعالوا بقى نشوف الاوم. هل فولت ديفايدد امبير؟ فولت ديفايدد امبير هيديني اوم، يبقى صح. طيب جول تايم سكند ديفايدد كولوم باور اوف 2، يعني كأنها كولوم تايمز كولوم. تعال نحل دي بقى عشان ده سؤال رايق قوي، يعني لذيذ جدا. جول ديفايدد كولوم نعرف نطلع منها حاجة؟ جول ديفايدد كولوم نطلع منها ايه؟ فولت. كويس. طيب الناحية التانية second divided column، هي مش second divide، هو المفروض column divide second يديني امبير. طالما هو مشقلبها انا كمان هشقلبها ازاي؟ هحط الامبير تحت. ايه ده؟ يعني فولت ديفايدد امبير، فولت ديفايدد امبير يديني اوم، اداني اوم فعلا. شايفين الاسئله عامله ازاي؟ بس بشغل دماغي. طيب جول ديفايدد كولوم تايمز امبير، هعمل ايه؟ هدور على حاجه اعرف اشيلها. جول ديفايدد كولوم موجوده، جول ديفايدد كولوم ممكن اشيلها واحط فولت. طيب فولت ديفايدد امبير تطلع لي حاجه؟ فولت ديفايدد امبير طلع لي اوم، يبقى صح معانا. طب فولت،
تايم السكند divided column، نفس الفكرة اللي لسه حليناها فوق. second divided column يبقى ممكن اشيلها واحط امبير تحت، يعني فولت divided امبير. طالما فولت divided امبير يديني اوم. يبقى هو كان بيضحك عليا، هو كأنه بيقول لي تشوز، بس كلهم الحقيقة صح، كلهم ينفعوا. طيب بعد كده بيقول لي choose the potential difference measured in. طبعا الفولت the reading of voltmeter between the poles of electric circuit in the open circuit. open يبقى الفولتميتر هيقرا EMF. if the amount of work exerted increased to double، الwork زاد للدبل، potential يحصل له ايه لو electricity fixed؟ تعال نشوف كده. potential difference equal work over quantity. الورك هو اللي زاد للدبل، لكن الكوانتيتي ثابتة، يبقى الفولت يزيد هو كمان للدبل. question 2 بيقول لي complete the potential difference between the two ends of a conductor اللي هما equal لبعض يبقى بكام؟ يعني ايه هو؟ بس طريقة السؤال غريبة شوية. هو كأنه بيقول لي ان لو البوتنشال قد بعض فما فيش difference، يعني يبقى الالكتريستي يحصل لها ايه؟ electricity doesn't flow، مش هتتحرك. اوقات طبعا التقييمات لانها مترجمه من العربي فمتبقاش الترجمه اصح حاجه. ايه is measured by using voltmeter؟ ممكن نقول ايه ماف، او طبعا potential difference. واليونت اسمها ايه؟ اسمها الفولت. لو الورك ده عشان انقل 20 كولوم يبقى ده الكيو ب 60 جول، يبقى ده مين؟ ده الورك. يبقى عايز potential difference، هقول له work over quantity، يعني 60 divided 20 هيديني 3 فولت. كان عندنا مسائل تاني بيقول لي احسب ال potential difference between the two ends علشان ينقل 450 column والجولز بالرقم اللي قدامنا ده. هعمل ايه؟ عادي انا بحسب V يبقى equal W over ال Q. ال W ب 99,000 وال Q ب 450. لما اعمل ال 99,000 divided 450 هيديني 220 فولت. if the amount of electricity be 480 column والwork done be 600 ب 960 جولز، برضو البوتنشال عايز بقى المرة دي potential difference و intensity بعد 2 minutes. طب نحسبها هنا كده. أنا عايزة البوتنشال difference يبقى work over quantity. الwork ب 960 divided 480 هتطلع 2 فولت. طب لو عايزة intensity هعمل Q over T. الكيو بي 480 والتايم 2 minutes، يعني 2 times 60 اللي هي 120، يبقى يطلع 4 أمبير. أنا كده حليت المسائل كلها. بعد كده بيقول لي give reason الفولتميتر is connected to both ends of electric circuit. طبعا الفولتميتر بيتوصل ليه to measure، يا اما اقول بقى potential difference يا اما اي ام اف، بس انا هنا هقول potential difference. طيب ليه؟ عشان ما جابليش سيره ان السيركوت اوبن. ليه بنستخدم الريوستات؟ الريوستات بنستخدمها عشان تشينج الفاليو بتاعت الريزيستنس، سو بتكنترول الانتنسيتي والبوتنشال ديفرنس. transmission of electric charge من كوندكتور للتاني. ليه بيحصل transmission؟ ليه الكهرباء بتتنقل according للبوتنشال difference. خلي بالكو، عشان تتنقل كهرباء مش معتمدة على قد ايه في كمية كبيرة من الكهرباء، لان لو في كمية كبيرة والناحية التانية في potential difference قدها او potential قدها بالظبط، يبقى مفيش كهرباء تعدي. السؤال ده لازم يجي في اي امتحان. increase the conductor resistance by increasing the length wire. كل ما بزود اللانس الطول ساعتها الريزيستنس هي كمان بتزيد. يبقى هنا نقول due to ال direct relation between them.
يعني في دايركت ريليشن بين اللانس والريزيستنس. بعد كده بيقول لي what is meant by electromotive force ب 20 electrical او ب 20 فولت. يعني هقول له ان ده معناه ان البوتنشال ديفرنس لما الكي يكون open equals 20 فولت. Number two, the amount of charge flowing through a conductor section per second. هو كده بيتكلم على مين؟ كمية التشارج بتعدي في 1 second، يبقى بيتكلم على ال current intensity. وبيقول لي ان ال current intensity دي 50 column. يعني ايه بقى الكلام اللي هو بيقوله ده؟ يعني هو بيقول انه معناها ايه ان يكون كمية ال quantity of charge المعدية في الثانية الواحدة 50 column. ساعتها هقول ان ال intensity ساعتها equal 50 أمبير. نمبر 4، conductor resistance ب 100 ohm. ده معناها ان الريشيو بين ال potential difference وال intensity equal 100 ohm. رقم 5، amount of work exerted to transport quantity of electricity اللي هي 50 column ب 50 جولز. السؤالين دول سؤال واحد يعني. ده معناه ايه؟ ده معناه ان ال potential difference equal ال work over ال quantity. يعني ال 50 joules divided ال 50 column يبقى ب 1 فولت. كده بيقول لي is this circuit suitable for the verification of Ohm's law? why؟ بص بقى راجع معايا. حاطط closed switch ماشي، حاطط باتري كويس، حاطط اميتر، حاطط فولتميتر، وحاطط ريزيستنس. حلوة قوي، بس فاضل حاجة غلط. يبقى دي ما تنفعش. ليه بقى؟ لان مفيش ريوستات، مفيش variable resistance اعرف اتحكم فيها في الانتنسيتي والبوتنشال ديفرنس. يبقى دي الغلطة. كده عندنا what is meant by ال potential difference ب 5 فولت. جاوبنا السؤال ده قبل كده وقلنا إن ده معناه ان ال work done to transfer one column is 5 جول. نمبر 2، electromotive force ب 12 فولت. برضو قلناها قبل كده. ده معناه ان ال potential difference لما الكي يكون open ب 12 فولت. طبعا انا هنا بكتب اختصارات بس. في ال description box موجود ال PDF بتاع الحل كله بتاع unit 2. A work of 120 joules is done to transfer 60 column. عندي work وعندي column أو quantity، يبقى ال V equal work over quantity. يعني 120 over 60 ب 2 volt. complete the transmission of electric charge depend on. قلنا ال transmission بيعتمد على ال potential difference مش ال amount of electricity. مش مهم يكونوا كتير، مهم يكون في فرق بين ال two conductors في ال potential. مين اللي بيقيس ال electromotive force؟ ال voltmeter واليونت اسمها فولت. لو الالكتريك بوتنشال اوف كوندكتور 1 اعلى من كوندكتور 2، يبقى الكرنت هيتحرك منين لفين؟ من 1 ل 2، يعني من الهاي لللو. عايزين نقارن بين البوتنشال ديفرنس والاي ام اف. الاي ام اف هي البوتنشال ديفرنس لما الكي يكون اوبن. شايفين قلنا اجابه السؤال ده كام مره؟ طب امال يعني ايه بقى potential difference؟ ده ال work done علشان ننقل one column charge of one column. طيب اميتر وفولتميتر جاوبناه قبل كده. الاميتر بيقيس intensity بتوصل سيريس، الفولتميتر بيقيس potential difference وبيتوصل parallel. كمان ممكن يقيس دي ام اف. طيب فولت وكولم according للديفينيشن والفيزيكال كوانتيتي اللي بيقيسوها. السؤال ده مهم جدا بقى. انا دلوقتي زمان لو كنت قلت لك يعني ايه مثلا سكند كنت تقول لي measuring unit of time. طب يعني ايه جرام فتقول لي measuring unit of mass. بس السنة دي الموضوع مختلف شوية. علشان اقول الديفينيشن بتاع unit، بص بقى على الستبس. هناخد الفولت as an example. ادي فولت work و quantity، صح؟ حلو.
اول حاجه هقولها هو الفولت ده بيقيس لي ايه، فاقول ان الفولت هو البوتنشال ديفرنس. مش هقول انه measuring unit potential difference، لا انا هقول الورك هو البوتنشال ديفرنس نفسه. طيب امتى؟ لما الاتنين التانيين اللي معاه في الرول بوان، هم مين الاتنين اللي معاه؟ الورك بوان جول، والكولم او الكوانتيتي بوان كولم. يعني ايه بقى؟ قوليها لنا عادل كده. هقول له ان الفولت هو الالكتريك بوتنشال ديفرنس when work done of 1 joule to transfer quantity of charge of 1 coulomb. يبقى انا بس قلت لك الكي ووردز، الطريقه اللي هتعرف تمشي عليها وتجيب الديفينيشن بتاع اي يونت تانية. طب يعني ايه كولوم؟ بنفس الطريقه من نفس الرول. كولوم يعني الكوانتيتي اوف تشارج لما work done 1 جول، والبوتنشال ديفرنس بين التو ends بتوع الكوندكتور ده ب 1 فولت. عندنا problems تانية، بيقول لي لو البوتنشال ديفرنس ب 15 فولت يبقى ده ال V، عايز ال amount of electricity يعني عايز ال Q. لو ال work ب 510 جولز يبقى أنا عشان أحسب ال Q هعمل work over ال V. ال work بكام؟ 510 وال V ب 15. لما أحسبها ألاقيها 34 column. شايفين؟ ولا مرة نقصت أي خطوة أو معلومة من اللي أنا بقولها. لازم أقول اليونت، لازم أقول الرول، لازم أقول الطريقة اللي أنا حسبت بيها. يعني ما ينفعش أعتمد إن هو عارف. ماشي. رقم 2، لو ال amount of work done عشان ننقل 600 column between the two ends be 66,000 joules. احسب potential difference. نعمل V equal work divided Q. الورك ب 66,000 divided ال 600 هتطلع 110 فولت. calculate the amount of work done. من المرة دي أنا عايزة الورك عشان ال quantity ب 800 column وال potential difference ب 110 فولت. يبقى ال work equal Q times V. ال Q ب 800 times 110 ادينا 88,000 جولز. بعد كده scientific term the potential difference between the two poles of the electric source in the absence of electric current. absence يعني مفيش كهرباء، يبقى ده ال EMF. the obstruction ده معناها opposition، يبقى ده هنا بيكلمني على resistance. a resistance used to control the current and thus control the potential. يبقى دي الريوستات، دي ال variable resistance. Number 4 the current passing through a conductor is directly proportional للpotential difference. كده Ohm's law. the ratio between ratio يعني divide، فهو عايز potential difference divided الintensity، يبقى برضو دي electric resistance. the resistance of a conductor when the potential difference between its two ends 1 volt والcurrent 1 ampere. أول ما بلاقي في الديفينيشن 2 units يبقى هو عايز اليونت التالتة. فولت وامبير مين اللي معاهم؟ معاهم اوم. طب عايزه اتاكد، ارجع لاول كلمه، لو لقيتها دي الميجرنج يونت بتاعتها يبقى صح. يعني الاوم بيقيس ايه؟ ريزيستنس. يبقى انا كده جاوبت صح. طب potential difference between the two ends of a conductor لو resistance ب 1 اوم والكرنت ب 1 امبير، ايه ده؟ اوم وامبير، يبقى التالتة
فولت ارجع لأول كلمة. potential difference يبقى أنا صح. طب current intensity أو current passing through a conductor، لو في resistance 1 ohm و potential difference 1 volt، ohm و volt يبقى فاضل أمبير. تعالى نتأكد ونرجع لأول كلمة لقيناها current يبقى أنا صح. كده complete. A is used to measure resistance يبقى ohm meter، ده اللي بيقيس الريزيستنس كجهاز. طيب عايز اليونت يبقى الأوم. using of sliding rheostat device to control، هي control مين؟ هي control ال intensity وال potential difference. the longer the variable resistance wire، كل ما يطول الواير كل ما ال intensity هتقل. the intensity of the electric current passing through conductor is directly proportional. احنا كده بنتكلم على Ohm's law. مع ال potential difference when the length of the wire increase ال variable resistance هي كمان هتزيد فال intensity هتقل. بعد كده سؤال مسائل بيقول لي calculate the amount of electricity لما 220 ohm ده R، 2 minutes ده time، و 220 فولت ده V. ايه ده بقى؟ ده في حاجات مش لايقة على بعض خالص. اه بالظبط. بصوا بقى هنعمل ايه. انا هرسم التلاتة تراينجلز واخليهم قدامي اللي هما كيت وفج وفير. حلو. وهشوف مين عندي منهم. فانا هنا عندي الار وعندي الفي، بس الفي موجودة في مرتين، ممكن احتاجها في حتة تانية. طيب وعندي كمان التايم. هعمل ايه بقى دلوقتي؟ اتصرف ازاي؟ اللي انا هعمله هو ان انا هستخدم الارقام اللي موجوده في تراينجل تجيب لي التالتة. يعني ايه؟ يعني مين تراينجل فيه حاجتين عندي؟ التراينجل التالت اللي هو بتاع اوم. عندي في وار، يبقى انا هعرف اجيب الاي. الاي ايكوالز في اوفر ار. الفي ب 220 والار ب 220، يبقى الاي ب 1 امبير. حلو حلو. بقى عندي الاي صح. يلا نروح نعلم ان احنا بقى عندنا الاي. عندي الاي هنا، بس الاي مش موجودة هنا، بس الاي موجودة هنا كمان. يبقى كأني بقى عندي في ترينجل تاني اي وتي. هعرف اجيب مين؟ اعرف اجيب الكيو. الكيو equal اي times التي، يعني 1 times 2 minutes times 60 seconds. يبقى التوتال هيطلع 120 column. هو كان عايز ايه بقى في المسألة؟ كان عايز amount of electricity. يبقى انا وصلت عن طريق الطريقة دي للحاجة اللي انا عايزاها من غير ما اقعد الخبط نفسي واقول ازاي هعرف احسب الكيو وهو مديني الترينجل بتاع الار. طيب تعالوا نكمل. if the amount of work، يبقى انا بقى عندي هنا W between two points in time of 2 minutes. بقى عندي هنا time و دي بقى شفتوا قلت لكم بيضحك علينا. وهنا مديني الكولم، يبقى ده الكيو وده الورك. calculate ال intensity وال potential difference. يلا نحسب ال intensity equal ايه؟ Q over T. عندي Q، عندي Q 480. طب عندي time، عندي time 2 minutes اللي هي 120 seconds، هيديني 4 أمبير. طيب عايز ال V equal ايه؟ work over ال Q. عندي الورك عندي الورك 960.
والكيوب 480، فهيديني 2 فولت. وكان يقدر حتى في المسألة دي كمان يطلب مني الار، من عندي الفي والاي. يبقى دايما يعني خلينا فليكسبل كده في المسائل وما نتخضش. نمبر 3 بيقول لي لو البوتنشال ديفرنس ب 5 فولت، يبقى ده الفي اهو خلاص. وعندي دبليو نعرف نحسب. يقول لي transfer quantity through a cross section ب 2 minutes. هو عايز ايه هنا؟ هو عايز، ممكن نحسب الكيو، كيو دبليو اوفر الفي. الدبليو هو مديني 200 جولز، والفي ب 5، يبقى الكيو ب 40 كولوم. طيب اعرف احسب الاي؟ اعرف احسب الاي. هقول له الكيو اوفر التايم، الكيو ل 40 divided ال 2 seconds، هيديني 20 امبير. ماشي. نمبر 4 calculate the current intensity في 20 ohm resistor. يعني انا عندي الار اهي، و when the potential difference يبقى انا عندي الفي كمان. احسب الاي، في divided R، ال V ب 220 over 20 اللي هي resistance، هيدينا 11 ohm. رقم 5 is the work done of 20 جول. يبقى أنا عندي أهو الwork عشان ينقل column ب 40 اللي هي ال Q through 10 ohm. احسب ال intensity. أحسب ال intensity ازاي؟ ممكن أجيب ال V عبارة عن ال work divided ال quantity، يعني 20 divided 40 هيديني half فولت. وبعدين ارجع اجيب الانتنسيتي عن طريق ان انا اجيب ال V over ال R. الهاف بقى اللي انا جبتها دي اللي هي ال V divided ال 10، هتطلع 0.05 امبير. تعالوا بقى نبتدي نحل على lesson 2. lesson 2 من اسهل الليسنز، وكمان لذيذ جدا في حل المسائل بتاعته، وصغير جدا، فيعني ان شاء الله درجاته تكون مضمونة. بيقول لي هنا identify the following devices و mention one use for each one، وكمان mention ال energy change وال type of current produced. دلوقتي اليوز بتاع دي ايه؟ دي دراي سيل او باتري. اليوز بتاعها بنستخدمها في الالكتروبليتنج. هي بتحول الانرجي من ايه لايه؟ من كيميكال لإلكتريك، فبتدينا دايركت كارنت. اما الجهاز اللي قدامنا ده اسمه داينامو او جنريتور، وده بنستخدمه في لايتنينج الهاوسز والستريتس.
واغلب الابلاينسز، اغلب الاجهزه يعني، بيحول من كايناتيك لإلكتريك او من ميكانيكال لإلكتريك. كمان بيطلع لنا alternating current. بيقول لي جاف ريزن الالكتروكيميكال سيلز ليه بتعتبر مصدر للالكتريك انرجي. زي ما اتفقنا، هي هتحول من كيميكال انرجي لالكتريك وتطلع لي دايركت كارنت، يبقى هي مصدر للكهرباء. طب الجنريتور بنستخدمه ليه في الباور جنريتنج بلانتس؟ لان هو بيحول من ميكانيكال او من كايناتيك لإلكتريك، وكمان برضو بيطلع لنا نوع من الكرنت اسمه alternating current. وخلي بالكم الالترنيتنج احسن بكتير. وده نقلنا لسؤال سي بقى. alternating current ليه preferable عن الدايركت؟ عندنا اسباب كتير. اولا هو عنده variable intensity، يعني intensity بتتغير كل شوية. كمان عنده variable direction، مش زي بقى الدايركت ثابت. لا، كمان بيروح لشورت ولونج ديستانس. مش بس كده، ده كمان بقدر احوله لدايركت كارنت لو حبيت. كل المزايا دي مش موجودة خالص في الدايركت، بالعكس موجود عكسها. بيقولي illustrate in the diagram how to connect four electric cells to obtain a battery with the following electromotive force values لو كل سلب 1.5. بصي يا شباب، عشان اعرف احل السؤال ده كويس جدا لازم ابقى متأكد عدد السيلز كام وكل واحدة قد ايه. دي اول خطوة. تاني خطوة، هشوف هو كل فاليو من اللي هو مديهاني تقريبا كام سيل جنب بعض. احنا عارفين ان السيريس هبقى بجمع، لكن الباراليل هتبقى كأنها واحدة بس. فلو هما 4 وعشان يدوني 6 فولت، يبقى كأنهم كام سيل جنب بعض؟ كأنهم الأربعة جنب بعض عادي جدا سيريس. بص بقى بنرسم السيريس ازاي: بوزيتيف نيجاتيف، بعدين بوزيتيف نيجاتيف، وبعدين بوزيتيف نيجاتيف، بعدين بوزيتيف نيجاتيف. يعني كل واحدة من النيجاتيف ماسكة في البوزيتيف اللي بعديها، مش ماسكين في اللي شبههم. طيب 4.5، 4.5 يعني كأنها كام سيل جنب بعض؟ كأنها 3. طيب نرسم التلاتة دي: بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف. حلو. ما ينفعش اقول خلصت. ليه؟ لان انا لازم استخدم الاربعة سيلز، ما ينفعش اوقف عند 3. طب اعمل ايه؟ ما انا معايا واحدة لو حطيتها هتتحسب. طب ايه رأيكم نحطها بطريقة ما تتحسبش؟ يعني ايه بقى بطريقة ما تتحسبش؟ يعني نخليها بارلل مع اي واحدة فيه بالطريقة دي. دي ب 1.5 ودي كمان ب 1.5، فمحسوبين ب 1.5 واحدة. 1.5 مع 1.5 مع 1.5 يبقى التوتال 4.5. طيب تعالوا نشوف تاني. letter C عايزني ارسم 3 فولت. 3 دي يعني ايه؟ يعني اتنين جنب بعض. طب ما تيجوا نرسم بكذا طريقة موضوع سي ده. تعالي سي هنا عشان ارسمها بكذا واحدة. ايه بقى؟ انا عايزاهم يبقوا كأنهم اتنين بس جنب بعض. عندي فكرة. انا كده عندي اتنين جنب بعض اهو، بس انا محتاجة استخدم 4. خلاص نلغي اتنين تحت دي، فكده نبقى دول كلهم ب 1.5 واللي جنبهم كمان ب 1.5. حلو. طب ما في فكرة تانية، وانا لغيت اتنين عند واحدة بس ليه؟ طب ما نعمل كده. مش دول كأنهم اتنين جنب بعض؟ الغي واحدة مع دي والغي واحدة مع دي، يبقى برضه انا مستخدمة 4 وبرضه طلعت 3 فولت. برافو عليك. في فكرة تالتة بقى اللي هي ايه؟ ان انا اصلا احط فوق 3 فولت كده. دول اتنين جنب بعض ب 3 فولت، واروح حاطه تحتيهم اتنين تانيين بنفس المنظر، فبقيت اللي فوق ب 3 فولت واللي تحت ب 3 فولت، فكأنهم برضو 3 فولت بس. يبقى انا كده قدرت بثلاث طرق مختلفة اطلع 3 فولت دي. ماشي. طيب الرابعة بقى ان هو عايزني استخدمهم او اخليهم كلهم يطلعوا 1.5 كأنهم كلهم واحدة بس. خلاص واحدة بس يبقى كله بارلل، يبقى ارسم اهو 4 بارلل كده. هجيب نقطة بعيدة هنا اوصلها بكل البوزيتيف، تبقى دي البوزيتيف بتاعته. واجيب نقطة بعيدة هنا اوصلها بكل النيجاتيف، وتبقى دي النيجاتيف بتاعته. طيب نمبر 4 بيقول لي study the following figures well then answer. عندي هنا في بطاريات اهي. select the type of current، يبقى ده direct current طالما بطارية. هنا ده generator، يبقى current alternate.
what are the consequences of consequences يعني الريزلت النتيجة. لو زودنا عدد السيلز connected in series لل EMF يبقى ال EMF هتزيد. ما انا بدل ما كانوا اتنين بقوا تلاتة يبقى انا زودت العدد، زودت ال EMF. طيب increasing the number of cells connected in parallel، لا هنا no change في ال EMF، لانه كده كده هتحسب كأنها واحدة، هتبقى 2 10 100 كأنها واحدة. use electric generator instead of battery في operating الهوم appliances، هيطلع لي alternating current بدل ال direct current، هيكون عنده المزايا اللي احنا عمالين نتكلم عليها. Number 6 بيقول لي illustrate by drawing between ال current intensity with time in case of alternating. بصوا كده بنرسم ادي التايم اهو، وادي الانتنسيتي. الانتنسيتي في الالترنيتنج مش ثابت، لا ده بيعلى ويقل بيعلى ويقل، بيبقى عامل زي الموج. ده الالترنيتنج، ده لتر A. اما في الدايركت اللي هي الكيس التانية برضو ارسم بنفس الطريقة، ده التايم وده الانتنسيتي، بس هو هنا constant intensity، فبنرسم له خط parallel time axis كده بلاتو، معناها ان الانتنسيتي ثابتة مش بتتغير. هنا بقى بيقول لي بص على الرسمة وقول ده كده متوصلة ايه، فطبعا دي متوصلة series connection. طب ودي متوصلة ايه؟ متوصلة parallel connection. ويعني ايه series؟ يعني connecting different poles together، وهنا ال parallel connecting ال similar poles together. ال delivery methods ازاي بنوصل لكده؟ يعني هنا بنكونكت ال positive pole بتاع السيل مع النيجاتيف بتاع اللي بعدها، اما هنا فبنوصل كل ال similar poles مع بعض، يعني كل البوزيتيف مع بعض وكل النيجاتيف مع بعض زي ما احنا حتى شايفين في الرسومات. الكرنت باس في السيريز في طريقة واحدة بس، باث واحد بس للكهرباء، لكن هنا في different paths. هنا بيطلع لي EMF high في السيريز، أما هنا بيطلع لي EMF low في البارallel. ال EMF هنا equal التوتال أو السم بتاعهم، كأني هعمل E1 plus E2 plus E3 وهكذا، أو هعمل 4 times ال E الواحدة. لكن هنا ال EMF قد 1 cell بس، يعني كأنها equal E واحدة بس. بعد كده سؤال complete. An electric current is generated from the dynamo as a result of conversion، طبعا هنا kinetic أو mechanical ل electric. Two types of current قلنا DC و AC direct و alternating. Electric cells produce direct current or generator produce alternating. Electricity can be obtained from two sources اللي هما الباتريز أو السيلز والدينامو أو الجنريتور. Example of electrochemical cells عندنا dry cells والباتريز. in the electrochemical cells ايه الانرجي بتحول ل electric؟ طبعا chemical، هي اصلا اسمها electrochemical عشان كده، ودي بتطلع لي direct current. السؤال اللي بعديه جاب reason، بيقول لي ليه الاي سي preferable عن الدي سي؟ قلنا علشان عنده كذا direction وكذا intensity، وبيروح short و long distance، واعرف احوله ل direct لما احتاج. ليه بنوصل الحاجات series؟ علشان obtain high EMF. طب ليه ساعات بنوصلهم parallel؟ عشان نobtain low EMF. كده بيقول لي الالكترو motive force of a battery its cells connected in series greater than electromotive force of battery السيلز بتاعتها connected in parallel. اقول له عشان السيريس هو عبارة عن السم او التوتال بتاع الباتريز كلهم، لكن البارallel هي بتكون عبارة عن one cell بس. بعد كده بيقول لي illustrate with drawing methods of connecting three identical cells. يبقى أنا عرفت إن عندي 3 cells علشان أطلع أعلى حاجة وأقل حاجة. طيب largest أعلى حاجة دايما بتكون السيريس، يبقى هوصل التلاتة سيريس مع بعض positive negative positive negative positive negative، وكل واحدة متوصلة بالعكسها. طب smallest as possible، smallest يبقى انا هرسم parallel. بص بقى positive negative تحتيها positive negative تحتيها positive negative، هاجي من عند نقطة بعيدة
اوصل كل البوزيتيف بيها، هاجي من عند نقطة بعيدة واوصل كل النيجاتيف بيها. ده البوزيتيف وده النيجاتيف. طيب في نمبر 2 if you have 3 cells، برضو 3، electromotive force بتاعت كل واحدة فيهم ب 1.5. ازاي نوصلهم 1.5 و 3 و 4.5؟ 1.5 يعني كانوا كلهم parallel، فكأن دي هي ال 1.5 اهي. طيب 3 ازاي بقى؟ 3 يعني كام سيل جنب بعض؟ كأنهم اتنين، بس انا عايزاهم تلاتة، الغي واحدة parallel، يبقى دي 3 فولت. طيب لو 4.5 يبقى كلهم سيريز، فكأن دي 4.5. نمبر 3 بقى، عندي المرة دي 4 سيلز بدل 3 4، كل واحدة منهم ب 1.2. ازاي نوصلهم بحيث يدوني برضو 1.2؟ خلاص يبقى parallel. هرسم 4 سيلز فوق بعض بالمنظر ده. اوصلهم ازاي؟ نقطة بعيدة وصل بوزيتيف ببوزيتيف ببوزيتيف ببوزيتيف، نقطة بعيدة نيجاتيف مع نيجاتيف مع نيجاتيف مع نيجاتيف، يبقى ده كل البوزيتيف ده كل النيجاتيف، يبقى دي ال 1.2. طيب 4.8 يبقى هوصلهم سيريس، يبقى ادي بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف نيجاتيف، ادي اول 4.8. طيب 2.4 يبقى انا عايزة كأنهم 2 سيلز بس جنب بعض، ممكن اخلي الاتنين اللي تحت هما كمان زيهم كده سيريس. بس خلصت. طيب جاف ريزن ليه الالكتريك كارنت اللي بنستخدمه في لايتنينج هاوسز سميه alternating؟ بالنسبة 1 و 2 ليهم نفس الإجابة. هو ليه alternating؟ عشان عنده variable intensity و direction، مش ثابت، بيتغير. نيمنج الالكتروكيميكال سيلز كده ليه؟ عشان بتحول من كيميكال لإلكتريك. كار باتري تعتبر الكتروكيميكال سيل عشان هي بتحول من كيميكال لإلكتريك وتطلع لي دايركت كارنت. connected cells in parallel work as one cell عشان ال EMF بتاعت السيلز اللي في parallel بتبقى عبارة عن one cell بس. نمبر 6 الدايركت كارنت ما يقدرش يروح ليه long distance عشان الدايركت كارنت بيطلع من الدراي سيلز عن طريق تحويل الكيميكال انرجي لإلكتريك انرجي، وعنده constant intensity و constant direction. ليه الدايركت كارنت بيبقى represented parallel horizontal axis؟ قلنا عشان عنده constant intensity و direction. بيقول لي في الكومبليت ايه الكارنت اللي يقدر يروح شورت ديستانس بس؟ فطبعا ده دايركت، لكن مين بيقدر يروح شورت ولونج؟ alternating. الدايركت constant في الانتنسيتي والدايركشن، اما الالترنيتنج variable في الانتنسيتي والدايركشن. البروديوسد كارنت من الداينامو بيكون alternating current ويقدر يتحول لدايركت. من الادفانتج بتاعت الالترنيتنج ان هو variable intensity والدايركشن، اقدر احوله لدايركت كارنت لما اعوز، وكمان بيروح long distance مع الشورت distance. electric current produced by A is alternating يبقى by الداينامو، لكن ال current produced by A is direct يبقى السلب. alternating current بنستخدمه في lightning الهاوسز والستريتس واغلب الاجهزة، لكن الدايركت بنستخدمه في حاجات بسيطة زي الالكتروبليتنج process. compare الأوميتر sliding rheostat. الأوميتر بيميجر الريزيستنس، أما الريوستات فبيكنترول الريزيستنس أو بيتشينج الريزيستنس، بيتحكم فيه. electrochemical cells وجنريتور. electrochemical cells بتطلع direct current، الجنريتور بيطلع alternating. الدايركت والالترنيتنج قلنا حاجات كتير منها ان الدايركت عنده constant intensity ودايركشن، الفاريبل او الالترنيتنج عنده variable. الدايركت بيروح شورت ديستانس بس، الالترنيتنج بيروح شورت ولونج. الدايركت مش بعرف احوله الالترنيتنج، اما الالترنيتنج فبعرف احوله لدايركت.
بعد كده بيقول لي احسب الالكتروموتيف فورس بين A و B في كل دول. تعالوا نشوف كده A و B هنا في 2 2 3 و3 مع بعض parallel. ف 2 و 2 ب 4 و 3 7. 1.5 واحدة بس من كل دول يبقى 8.5 فولت. هنا في 2 و2 بارل، فاعتبر اني شايفة واحدة بس منهم، يعني 2 1.5 يبقى 3.5 فولت. هنا فوق 3.5 فولت وتحت في 3.5 فولت، فاعتبر ان انا شايفة واحدة بس فيه. فوق في 4 فولت، تحت في 4 فولت، فاعتبر ان انا شايفة واحدة بس فيهم. يقول لي احسب التوتال اي ام اف برضو. هنا 1.2 1.2 يبقى 2.4. هنا 1.2 و 1.2 يبقى 2.4، هعتبر ان انا شايفة واحدة بس فيهم. هنا 3 فولت 1.5 مع 1.5، اعتبر ان انا شايفة واحدة يبقى التوتال 4.5. هنا 3 فولت 3 فولت 3 فولت، هعتبر ان انا شايفة واحدة بس ب 3 فولت. هنا بقى 1.5 1.5 1.5، بس اوعى تتخدع وتفتكر ان هنا هما بارل، لان هما كده سيريس. ازاي سيريس وهما فوق بعض؟ ما الموضوع ملوش علاقة فوق بعض وتحت بعض، وليه علاقة ان ده نيجاتيف ماسك في البوزيتيف، ده نيجاتيف ماسك في البوزيتيف، وهكذا. فيبقى لازم اجمعهم، فيبقى التوتال 4.5 فولت. بيقول لي calculate the reading of ammeter في each من السيلز دي. الاميتر هحسبه ازاي؟ اللي هي الانتنسيتي، يبقى V divided R. ال V هنا ب 4 divided ال 10 يبقى 0.4 امبير. اما ال V هنا ب 2. ازاي 2 يا ميس؟ علشان دول connected parallel، البوزيتيف مع البوزيتيف وهنا النيجاتيف مع النيجاتيف، فاعتبر ان انا شايفه واحده بس فيهم. اعمل V برضو اوفر الار، يعني المره دي 2 اوفر 10 يبقى 0.2 امبير. in the opposite circuit calculate electromotive force. يعني انا عد 2 و 2 و 2، اعتبر ان انا شايفه 2 واحده بس من دول يبقى 8 فولت. طب الاميتر يعني intensity equal V over R، يبقى 8 divided 8 هيديني 1 امبير. بعدين هنا بيقول لي in the opposite circuit calculate the reading of ammeter. الاميتر، علشان احسب الاميتر هعمل برضو V over R. خلي بالكم ان نص المعلومات ممكن نجيبها من على الرسمة من المسألة، يعني خليكم فليكسبل كده انكم بتدوروا على كل المعلومات. طيب ال V فين؟ من على الرسمة اهي 2، هعتبر ان انا شايفة واحدة بس من دي، يبقى 2 2 تاني، يبقى ال V ب 6 وال R اهي ب 3، يعني الأميتر ب 2 أمبير. بيقول لي احسب ال amount of work done علشان ينقل quantity في خلال 5 minutes. هو ايه ده بقى؟ تعالوا نعمل زي ما كنا بنعمل في الدرس اللي فات. ادي كيت، وفج، فير، وتعالوا نعلم احنا عندنا ايه. انا عندي ال V، هنا V، هنا V. عندي ال R هي موجودة هنا بس. عندي ال I، بس ال I موجودة هنا وموجودة كمان هنا. وعندي ال T موجودة هنا. اعمل ايه بقى؟ مين الترينجل اللي جاهز؟ لو انا الترينجل ده خلص خلاص، ده ضن، انا مش هقرب له. مين الترينجل اللي فيه حاجتين؟ الترينجل ده. فاعرف اجيب الكيو. الكيو equal I times T. الاي ب 2 times 5 minutes times 60 عشان تبقى بالسكندز، يعني ب 600 column. حلو قوي، يلا نعلم ان احنا جبنا الكيو. اه بس ما تنسوش ان الكيو هنا كمان. ايه ده بقى؟ عندي في وكيو، يعني ممكن اجيب الورك. اقول له work equal كيو times ال V، يعني 600 times 6 فولت، يبقى ب 3600 جول. وارجع اشوف في المسألة هلاقيه اصلا عايزني احسب الورك. يبقى الطريقة دي اسهل طريقة تمشيني في المسألة بشكل سموث. انا ممكن حتى ما اشوفش هو كان عايزني احسب ايه، غير في الاخر هلاقيني حسبته كده كده. تعالوا بقى نبتدي دلوقتي نحل على lesson 3 اللي هو الراديو activity. يقول لي give reason ليه nuclei of atoms of stable elements hold together بيفضلوا مع بعض despite the repulsion force اللي موجودة within them. طبعا ده علشان ال nuclear binding forces. النيوكلير بايندينج فورسز دي هي اللي بت overcome الريبulsion فورس، وبتخلي كل الكومبوننتس بتاعت النيوكليوس مع بعض. complete radioactivity was identified by the French scientist هنري بيكوريل. هو اكتشف ايه؟ اكتشف ال emission of unseen rays
that can penetrate السوليدز. مين اللي كان بيطلع الريز دي؟ اليورانيوم. يقول لي look at the figure in front of you and then answer what is meant by radioactivity phenomena. ده spontaneous decay. يعني ايه spontaneous decay؟ يعني تكسير للنيوكلاي بتاعة الراديوactive elements. ليه؟ علشان يوصلوا لستيبل فورم اكتر، يعني بيخرجوا excess energy فيوصلوا لستيبل فورم. طيب ليه في الفا وبيتا وجاما ريز؟ طبعا سبب خروج الالفا والبيتا والجاما ريز هو ان هو يجت ريد اوف الاكسس انرجي عشان يوصل لستيبل كومبوزيشن او تكوين ستيبل كده، مش عنده طاقة زيادة. بعد كده بيسأل على انواع الراديو اكتيفيتي، في artificial وفي natural. اتفقنا ان الارتفيشال دي بتكون جاية من الحاجات الانسان بيعملها، نيوكلير رياكشنز الإنسان اللي عاملها، ودي بتكون controllable يعني الإنسان يقدر يعملها controlled في حالة النيوكلير رياكتورز اللي بنصنع بيها الطاقة، لكن بتكون uncontrolled في البمب. طب امال الناتشرال دي غالبا الراديو اكتيفيتي اللي طالعة من الراديو اكتيف elements. زي مين الراديو اكتيف elements؟ عندنا يورانيوم، سيسيوم، بولينيوم، راديوم، سيلينيوم، زيركونيوم. طبعا مهم للأسف نبقى عارفينهم كلهم علشان لو جه سؤال مثلا زي cross out the odd word. بعد كده عايز البيس في اليوسز بتاعت راديو اكتيفيتي. نبدأ هنا مثلا ده شكل يعني مستشفى او كده، فده يبقى الميديكال فيلد. في الميديكال فيلد احنا بنستخدمه عشان نعمل diagnose وتريت للكانسر. هنا ده شكل الشيتس الكهرباء، فده في الاندستري بنحول الساند لسيليكون. كمان بنكتشف الديفكتس اللي في الرو ماتيريالز. هنا ده كده في الانرجي يعني، علشان هو بيحول الواتر لستيم، والستيم ده بيروح يحرك التوربينز فيطلع لي electric energy. هنا ده space كده، يبقى ده space exploration علشان نستخدمه كفيول. كده فاضل لنا حاجتين بس، الاجريكلتشر والدريلينج. في الدريلينج احنا بندور يا اما على بتروليوم يا اما على جراوند ووتر. اما في الاجريكلتشر فاحنا بنموت البيستس وبنimprove الريسز. بعد كده بيقول لي Chernobyl nuclear reactor explosion is one of the most dangerous industrial sources of radioactive pollution. explain. هو ايه اللي حصل في تشيرنوبل؟ اللي حصل explosion خلى يتكون atomic او يطلع منه atomic dust، طلع على الكلاودز ولف تقريبا يوروب كلها. الكلاودز دي بعدها بفترة بقى فيه رين مطرة، فنزلت على السويل، ومن السويل راحت للبلانتس، ومن البلانتس وصلت للانيمالز اللي هم الهيربيفورز بياكلوا نباتات، ومنها بقى للباقي الحيوانات والإنسان. فده عشان كده هو خطر كبير جدا. Use the following cards and place them in their appropriate places in the following table. مديني زي symptoms كتير بيحصلوا، وبيقول لي effect of exposure ل large dose في short time أو exposure ل small dose في long time. فهنعمل ده كأنه column 1 وده column 2 عشان نعلم على طول.
physical و genetic change. طالما change بس مش damage يبقى ده 2. change في الستراكشر بتاع السكس كروموسومز يبقى برضو ده تبع 2، ان احنا نتعرض كميه قليله فتره طويله. destruction of البون مارو والسبلين لا ده تبع اول واحد، لو تعرضنا لكميه كبيره في وقت قصير. sore throat و respiratory infects ده طبعا تبع اول واحده. ليه؟ لان البون مارو لما يبوظ فبيبوظ لي او ما بيكونليش red blood cells، فعدد البلاد سيلز هيقل، وده من الاعراض بتاعتها. chemical composition of hemoglobin change لا ده number 2. change في cell structure برضو ده number 2. destruction of the digestive و central nervous system ده number 1. fewer red blood cells قلنا ده number 1. nausea و dizziness و diarrhea برضو ده تبع number 1. طبعا هو الجزء ده يعني في creative thinking شوية، في أسئلة من بره المنهج، فنظرا لأن الوقت عندنا ضيق فالجزء ده مش مهم ومش بيجي في الامتحانات. فخلينا ندخل على الأجزاء المهمة اللي ممكن تيجي في الامتحان. نبدأ أسئلة الكومبليت مع بعض. هنا بيقول لي ال controllable artificial radio nuclear reaction are used for. طبعا ال controllable اللي هم في nuclear reactors العاديين، فنقول بنستخدمهم في السيف purposes، يعني يستخدموهم في السلم زي او البيسفل زي ما قلنا بقى الميديسن والحاجات دي. لكن ال uncontrolled بيستخدموها في الميلاتري اللي هي الحاجات الحربية. nuclear radiation is used to eliminate A و improve A of some plants يبقى ده agriculture، يبقى eliminate ال pests و improve ال races. nuclear energy is used in the field of exploration about ايه او ايه، بندور على ايه اللي هو drilling، بندور على بتروليوم وعلى ground water. sources of radioactive pollution divide into two types: natural اللي جاية من radioactive elements أو جاية من السبيس الكوزميك radiation، وكمان الارتفيشال الإنسان بيعملها سواء الرياكتورز أو البمب. exposure to radiation في large dose destroy البون مارو السبلين والdigestive system، طبعا السنترال نيرفس سيستم. exposure to small radiation dose for several months lead to the appearance of. طبعا هنا في physical زي السكين كانسر، genetic أو cellular effect. example of cellular effect of radiation is the change of chemical composition of hemoglobin، وده ما بيبقاش قادر يشيل الأكسجين لكل الجسم. radioactive waste is buried completely away from the groundwater stream. وكمان الاريا اللي exposed to يا اما earthquakes يا اما volcanoes علشان تفضل stable في مكان. scientific term chemical composition of hemoglobin in the body change and become unable to carry oxygen to all cells. طبعا ده اسمه cellular effect، بيغير في cell composition. detect emissions of invisible rays from the element uranium that has ability to penetrate through solids. مين اللي عمل كده؟ طبعا ده الساينتست هنري بيكورال. slides used in the manufacture of computer parts و electronic circuits integrated into electric device. طبعا دي السيليكون سلايدز. كده بيقول لي nuclear reactor اسمه ايه؟ nuclear reactor اللي انفجر في ابريل اسمه تشيرنوبل. فكده بيقول لي explain the radioactivity عندها natural و artificial sources. الناتشرال قلنا اللي جاية من ال radioactive elements أو حتى ال cosmic radiation، أما ال artificial فدي اللي عملها الإنسان سواء ال reactors أو ال bomb. some elements are called radioactive. هما ليه اسمهم radioactive؟ عشان عندهم عدد من النيوترونز more than required for stability، يعني نيوترونز عندهم زيادة قوي فبيضطروا يعملوا spontaneous decay عشان يخلصوا من الاكسس انرجي دي. nucleus of stable elements hold together despite presence of repulsive force. طبعا ده بسبب وجود النيوكلير
binding forces هي اللي بتجمعهم مع بعض. spontaneous decay of element cesium occur. طبعا ده لأن هو من الراديو active element وعايز يخلص من الاكسس energy اللي عنده. nuclei of radioactive elements tend to emit invisible radiation spontaneously. ليه بتعمل كده؟ عشان to get rid of excess energy. complete nuclear energy is used in medicine. قلنا علشان diagnose أو treat الكانسر. discovery phenomena of radioactivity related لمين؟ قلنا ليه هنري بيكورال. emission of sun unseen rays من اليورانيوم. waste with weak أو medium radiation بتدفن يا إما في rocks يا إما في cement. الابزوربد radiation باي البادي بنقيسها بالسيفرت. الراديشن عندها ايه؟ بيغير في السكس كروموسومز يبقى جيناتيك ايفكت وده بيسبب abnormal birth. ايه الفورس اللي بتعتبر source من الاتوم derived enormous power؟ طبعا دي nuclear binding force وهي مصدر ل enormous power يعني باور قوية جدا اللي هي اسمها nuclear energy. بعد كده بيقول لي scientific term process of spontaneous transformation of atoms of certain elements found in nature to reach more stable composition. دي radioactivity phenomena. radiation أو nuclear energy released during controllable nuclear reactions and carried out by nuclear reactors. طبعا دي كده ال artificial nuclear energy changes that occur in organism itself. ده كده physical effect. absorbed radiation measuring unit ده السيفرت. elements whose atom nuclei contain more neutrons than necessary to stabilize. دي كده radioactive elements. الدرس ده يعني هو يمكن مش ألذ حاجة لأنه ما فيهوش لا مسائل بقى ولا equations ولا رسومات ولا أي حاجة خالص. بس الفكرة كلها فيه كأنه definitions يعني هو مجموعة من ال definitions الكتير. لو أنا عارف أميز ال definitions دي عن بعض خلاص أنا أقدر أجيب الفول مارك فيه. the increase في ال amount of nuclear radiation وال quantity في ال environment دي اسمها radiation pollution اللي هو التلوث اللي جاي من الإشعاع. آخر سؤال بيقول لي give reason for each of the following area chosen for shortage storage of radioactive waste must be stable علشان ما يحصلش أي pollution للاريا دي وما تبقاش ما يحصلش يعني ان ال radioactive elements ترجع تاني للenvironment. radiation has genetic effect يعني بيحصل تغيير في السكس كروموسومز وده بيسبب لي abnormal birth. Number three, after Chernobyl accident, radioactive isotopes were discovered in food. طبعا الايزوتوبس اللي هم السيسيوم والايودين لقيناهم في الاكل. ليه؟ لان زي ما قلنا كان في زي كلاودز مليانه بالايزوتوبس دي وحصل بعد كده رين فوصلت للسويل ومن السويل للبلانتس ومن البلانتس للانيمالز فوصلت لكل انواع الاكل. كده يا شباب يبقى الحمد لله خلصنا اكبر يونت عندنا اللي هي يونت 2. تلاقوا الفيديو ده طول مننا شوية بس علشان أصرينا نشرح ونقول كل حاجة بالتفصيل الممل. كده فاضل لنا درسين بس اللي هو الجزء الثالث بقى اللي هو البيولوجي يونت 3 ويونت 4. هم اسمهم 2 يونتس بس هم عبارة عن درسين. ان شاء الله نعملهم في فيديو هينزل برضو قريب جدا 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 علشان يبقى عندنا كل التقييمات معانا. كمان هحل لكم الامتحان الشهري الأول والتاني وكمان الامتحانات اللي في الآخر
لو فعلا تستفادوا من الفيديوهات، يعني وروني ان انتوا بتستفادوا، او قولوا لي قد ايه بتستفادوا. شكرا لكل اللي بيعمل لي كومنت، بس عايزاكم بجد تبعتوا الفيديو لاصحابكم عشان هما كمان يستفادوا. وما تنسوش ان انتوا الباينيرز وانا دكتور انجي نبيل.